مغلقه ولكن اللائحه والناس اللي معاه. اليوم كينتظرنا عمل وغدا كينتظرنا عمل، ان شاء الله اننا نكونوا موفقين في نادي الرجاء الرياضي، نرجعوا الفريق للسكه ديالو الصحيحه على جميع الاصعده التقنيه والاداريه والهيكليه، ونحسنوا صوره الفريق كذلك، لان اليوم الصوره ديال الفريق يعني اصبحت ماشي في ذاك المستوى اللي كنطمحوا ليه. اليوم نادي الرجاء الرياضي يحتاج الى الهدوء، وانتم كاعلام شوف تيفي كذلك حتى هي ترخف علينا شويه وتعطينا الراحه وتخلي النادي يخدم. وكنبغي نحييكم لانكم متبعين كل شيء الصغيره والكبيره وجميع وسائل الاعلام. انا اللي كنتمنى على اننا نكونوا موفقين، المكتب المديري والجميع، باش الفريق يرجع للسكه ديالو صحيحه ان شاء الله. سي محمد، يعني رساله كانت اخيره من السيد حسبان كيطلب منك انك تخرج الفريق الرجاء الرياضي من الازمه. انا شوف، احنا جينا هنا الا باش نادي الرجاء الرياضي يعيش ازمات على جميع الاصعده. اليوم كتكلموا فقط على الشق سواء المالي سواء التقني. احنا اليوم ما جيناش نعالجوا هاد جوج مواضيع. صحيح ان الشق المالي هو مهم، ولكن عندنا اشياء اخرى باش تخلي الفريق في الاستمراريه ديالو ويعيش واحد يعني نتائج مستمره على جميع الاصعده. يجب على اننا نهيكلوا النادي ونهيكلوا المؤسسه. اليوم عندنا برلمان الفريق اللي هو مثالي، عندنا الديمقراطيه في نادي الرجاء الرياضي، هادشي اللي ما كاينش في انديه اخرى. وكما قلت لك يعني الحمد لله الديمقراطيه انتصرت. احنا اليوم، انا اليوم رئيس مع اللائحه اللي معايا مع الفريق العمل، ان شاء الله غادي يكون احسن، والمستقبل غادي يكون مزيان ان شاء الله. شكرا.